جريدة النشرة. أدخلت النصوص أي نقلها الحرفي. أما الجزء الثاني من الكتاب فهو مجلد في 348 صفحة كتبت باللغة العربية، يحوي دراسة مفصلة لما جاء مختصرا في الجزء الأول، ثم مرورا بمبتكرات زيرياك في القرن التاسع، وانتهاء بما عرفته على يد ابن باجة في القرن التاسع عشر، تعتمد على إيقاعة مختلفة في حركة تصاعدية. وتتكون النوبة المغربية حاليا من 5 أقسام مقابلات للصناعات الغزلية، أفضى في نهاية المطاف إلغاء نوبة رماية الحمد من جامع عام 1900 ومرحلة ثالثة الحديث السلم، ويتكون من درجات دياتونية فيثاغورية يتشكل منها الضغط محور الألحان. ربما أظن على امتداد عقدين ونصف ما يفوق 25 سنة، واشتغلنا على مجموعة من الأعمال التي ربما قبل بكثير من أن يتبناها المركز أكاديمية المملكة، والتي ابتدأ بنوبة الاستهلال. تشيد بخصال خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه المناسبة الكريمة لفاتح محرم في الكنانيش والمخطوطات، وفتحت أبوابا مغلقة وضبطت الآلات وشددت الأوتار مستنطقا لغة الأجداد. هذا البحث واجهتني أسئلة جوهرية: هل يحق للباحث أن يخوض في التصحيح والتقويم لما ورثناه عبر الرواية الشفهية؟ أي معايير سنسل؟ وما هي أولويات؟ كتاب نوبة رماية هو الكتاب الثاني بعد الاستهلال، ويتناول نوبة عميقة كبيرة يعني من الناحية من كل النواحي. فهي نوبة كانت في الغزل وفي العشي وفي يعني مثلها مثل النوبة الأخرى، ثم فجأة انتقلت إلى المديح النبوي. فإذا هذه العملية كانت لها وقع شديد، فهي النوبة الوحيدة التي كل أشعارها من القدال مرورا من القائمون السطيحي الدرج والبسيط كلها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، تتكون من 132 صنعة، وهذا شيء كبير وكثير جمعناه بحمد الله. وكانت عدة صناعات منسية بقيت في شمال المغرب، خصوصا في الحاضرة تطوان طنجة وشوشاون، وهذا الكتاب يشتمل على كل هذه المجموعات. وليس بالتدوين بالنوتة فقط، بل هناك موجود التسجيل الكامل للنوبة في ملتقى العبادي 2017. وعمل آخر تناولنا فيه النوبة الغزلية القديمة الحقيقية الموجودة في الكنانيش الأولى ديال الحريك في الأنطولوجية الجديدة التي قام بهذا العمل جمعية الهواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب. جريدة النشرة.